دلوقتي يا جماعه احنا معانا اسماء هنحقنها ان شاء الله بوتوكس. احنا كنا حقنا السنه اللي فاتت تقريبا مره، مظبوط كده، من سنه. مظبوط. طيب ايه بقى انطباعك عن الحقن اللي فات وليه حابه ان انت تكرريه تاني السنه دي؟ انا يا دكتور حابه اكرر التجربه دي تاني. انا في الاول كنت خايفه منها جدا، ده حقيقي. بس بصراحه من بعد ما جربتها حسيت كل اللي يشوفني بيلاحظ ان وشي منور وبشرتي مشدوده، فحسيت بفرق. كل الناس القريبه او البعيده عني كانوا بيقولوا لي وشك منور، ايه السبب؟ تمام. حسيت نفسي صغرت طبعا. رجعت كده. احنا عندنا بالظبط، واحنا عندنا طبعا العضلات عند اسماء قويه شويه، فالفكره الاساسيه بتبقى في البوتوكس ان انا اعمل ريلاكسيشن او اريح العضلات دي، فالجلد يبقى مفرود ومشدود، بيبقى فيه جلو حلو، مبقاش فيه تجاعيد، ومنظر الجلد صحي وشايني واحلى كتير. كمان هو ليه دور وقائي، لان هو ما يعتبرش بس انا بعالج التجاعيد في الوقت ده، انا كمان بحمي نفسي من التجاعيد تحفر معايا اكتر واكتر، يعني باخر التجاعيد بمعنى اصح. هنا باين الماسلز قد ايه قويه ومحفره في الجلد، حتى واحنا مش رافعين حواجبنا باينه الخطوط، عشان كده احنا هنحقن فيها هي نفسها. تمام. نكشر كمان. هنا انا عندي ال 111 دي نتيجه انقباض 3 عضلات بنحقنهم هما كمان، كورجيتور والبروسيرس، بحيث ان احنا نقلل التجاعيد اللي موجوده هنا ما تبقاش موجوده.